كشفت بعض المصادر أن الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا مر يوم الخميس أمام لجنة التأديب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بسبب تصريحاته المسيئة التي اتهم بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ومن المرتقب أن تتخذ اللجنة التأديبية التابعة للكاف موقفا حازما من تصريحات عمروش، خصوصا وأنها لم تعني فقط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لكنها شككت أيضا في استقلالية ومصداقية الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وأطلق عادل عمروش تصريحات مستفزة واتهامات خطيرة في حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قبل أيام. قال فيها أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي القجع باتت قوة ضاربة في إفريقيا، وهي من تسير الأمور في الكرة الإفريقية. زيادة على ذلك، خلال المباراة الأخيرة ضد المغرب أجبرونا على اللعب في المساء عندما أردنا اللعب بعد الظهر. حاليا المغرب هو الذي يدير كرة القدم الإفريقية، هم أيضا يختارون حكامهم ونحن نبقى مجرد متفرجين. هذا يعني أنك تلعب أمام منتخب كبير وأمور خفية أخرى، اتهامات لا صلة لها بالموضوع. الأمر الذي جعل رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم والاس كاريا يرد على المدرب: نحن لا نؤيد تصريح مدربنا عادل عمروش بعد أن اتهم المغرب بالهيمنة على كرة القدم الإفريقية والتلاعب بالحكام الذين يديرون مبارياتها. نحن لا نؤيد بشكل قاطع هذا التصريح، لأننا نحترم عمل المغرب الجاد في تطوير كرة القدم، وسنعرف ما يجب فعله في مواجهة التصريح المتهور والاستفزازي للمدرب. ورد أيضا المنتخب المغربي على تصريحات عمروش برد جميل فوق أرضية الميدان بهزيمة المنتخب التنزاني بثلاثية نظيفة برسم الجولة الأولى من دور مجموعات كأس إفريقيا. هنيئا للمنتخب الوطني المغربي بالفوز المستحق وبالتوفيق في المباريات المقبلة. وأنت صديقي لن تخسر أي شيء إذا ضغطت على زر الإعجاب والاشتراك. نشوفك في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.